أهلا بالأكلات الشتوية. الكرنب يعني الراعي الرسمي للشتاء. الراعي الرسمي للشتاء هو الكرنب. يلا بينا نشوفه عملنا ايه. بيقولوا أهم من الشغل تظبيط الشغل. خلطة المحشي مش شوية رز وشوية طماطم وشوية خضرة، لأ. خلطة المحشي بتتعمل بطريقة لازم تكوني محترفة فيها. هقولك ان شاء الله على طريقة حلوة جدا جدا لخلطة المحشي. وانتوا شايفين بعينيكوا الصبع بحاله طالع ازاي. وهعلمك كمان ازاي نلف المحشي بطريقة حلوة جدا. الفيديو اللي فات عملنا ازاي نسلق ونقطع الكرنب. ان شاء الله الفيديو بتاعنا النهارده حلو جدا جدا جدا. يلا بينا نعمل احلى صلصة للخلطة المحشي بطريقة حلوة جدا. نزلنا بيه معلقتين من السمنة على معلقتين من الزيت. واللية بقى هاتي كده ربع كيلو ليا، حطيه عندك في الفريزر وطلعي منه حتت باستمرار، بتدي طعم حلو جدا جدا للمحشي. اديها تشويحه تمام في السمنه كده، وانزلي بالبصل على الكميه اللي انت عايزاها طبعا، بس طبعا المحشي بيحب بصل كتير. تمام. نزلت بحوالي كده 5 بصلات في الكبه. عطيتهم تشويحتين لغايه ما لونها كده دبل شويه. انا بحب احمر البصله شويه. وبعد كده نزلت بهريسه الشطه. بصوا لازم ندلع كده خلطه المحشي بتاعتنا، وبتدي طعم حلو جدا جدا جدا. جربوا الخلطه بتاعتنا وان شاء الله هتعجبكم. الفيديو بتاعنا النهارده للمبتدئين فقط. تمام. بعد ما شوحنا بقى البصله بالفلفل بالليه بالكلام ده كله، نزلت بعصير الطماطم، وبعد كده نزلت بملح وفلفل اسمر، ونزلت ببهارات المحشي بتدي طعم حلو جدا جدا. تمام. وكمان حطينا شويه كمون. هسيبها على النار لغايه ما تتسبك. وهوريلكوا شكلها في الاخر هيبقى عامل ازاي بعد ما تتسبك. تمام. نسند بقى السكينه بتاعتنا ويلا بينا نقطع الخضره. محشي يعني خضره، اديله خضره كده وهيطلع طعمه معاكي في منتهى الجمال. الخضره عندي بستخدم بقدونس وكزبره وشبت. ممكن انت تستخدمي بقدونس وشبت بس المتاح عندك. بس بصوا ما شاء الله الخضره عامله ازاي ومتاحه في السوق وحجمها حلو. كان من فتره كده كانش حجمها يعني حجمها ما كانش مظبوط. ننزل بالرز بتاعنا بقى الكميه اللي انت عايزاها. تمام. ونغسله غسله كويسه جدا. بعد ما غسلته هنزل عليه بالخضره اللي احنا طبعا قطعناها بنفس الشكل. وانا بصراحه بحب اسيب شويه خضره كده على جنب، يمكن الخلطه اللي عملتها ما كفتنيش فبرجع تاني اعمل خلطه جديده. تمام. بس كده موضوع سهل جدا جدا. يلا بينا بقى اوريلكوا التسبيكه بتاعتنا. بصوا ما شاء الله عليها تقيله اهيت ومش خفيفه، يعني ما تحاوليش تخلي التسبيكه عندك خفيفه قوي. تمام. وقلبي بقى واستمتعي كده ريحتها مع اللية بتدي طعم حلو جدا جدا. احنا لسه هنعمل اضافات احلى. هنعمل اضافتين بيخلوا كده ريحة المحشي في حتة تانية خالص، في حتة تانية خالص. خلاص حمرنا كده الخلطة بتاعتنا بنفس الشكل. بصي بقى يعني ما تبخليش عليها، ما تبخليش على الخلطة بتاعتك. تمام. نحط بقى 2 مرقة كده على حسب الكمية اللي عندك. حطي 2 مرقة كده في الخلطة مش في الصلصة. تمام. يعني ما تقولش ممكن احطها في الصلصة، لا حطيها في الخلطة. حطينا مرقتين. ونحط بقى اخر اضافة معانا شوية نعناع. ممكن نعناع جاف، انا المتاح عندي كان نعناع جاف، او لو نعناع اخضر فريش كده هاتيه. بيخلي ريحة المحشي في منتهى الجمال، يعني مش عارفة اوصف لكم بجد. يعني الاضافات اللي احنا عملناها اللي هي وريسة الشطة والمرقة وكمان النعناع بيدوا طعم فيه منتهى الجمال. خلصنا الخلطة بتاعتنا وما شاء الله عليها اللهم بارك جميلة جدا. طبعا انا زي ما قلت لكم في اول الفيديو، انا عملت لكم فيديو في الفيديو اللي فات ازاي نقطع الكرنب بطريقة مظبوطة بدون ما يتهلل منك خالص. باخد بقطع ورقة كده على قد ايدي، على قد 4 صوابع ايدي كده بالظبط، وبحط شوية الرز على الحرف وببتدي انا الف رول بنفس الشكل. احنا كان معتاد كده طول عمرنا بنعرف، مش بنحب يعني مكن اللف المحشي، بنحشي بايدينا. تمام. وما شاء الله الصبع بيطلع ماسك نفسه ومش مهليل خالص ومش واقع خالص. بصوا بنفس الشكل عامله ازاي.
انزلي حالا حطي اللايك بتاعك واشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش. اشتركي في القناه وفعلي الجرس وتكوني انضميتي للقناه بتاعتنا. خلاص كده المبتدأ اختي المبتدأة انا كده عرفتك ازاي نلف المحشي بالطريقه المظبوطه. طيب خلصنا المحشي بتاعنا ولفيناه بالطريقه بتاعتنا اللي احنا لفيناها. هاتي بقى ايه زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، الورقه الخضراء ما نرميهاش، هنحطها في قعر الحله كده من تحت. تمام. وبعد كده بقى ايه ببتدي انا ارص المحشي بتاعي. بصوا نفس الشكل كده بالظبط. دولت شويه العيدان الخضراء ما رميتهمش، بحطهم من تحت برضو بيدوا شكل حلو، بيدوا ريحه حلوه جدا. طيب حطينا المحشي بتاعنا هنرصوه بقى ايه رصه حلوه جدا. رصي كده ايه بطريقه مظبوطه، ما ترصيش وتحطي كده وخلاص، لا رصي بالطول. تمام. او عايزه تلفي دوران براحتك برضو لفي، بس خلي لفك يطلع شكل حلو. تمام. وما تحاوليش تزنقي الصوابع المحشي، ما تحاوليش تزنقيها تكبسيها عشان يعرف يستوي منك. لو كبستي الصوابع جنب بعض ولا لزقتيها جنب بعض ممكن ايه السوا بتاعه يبقى معاكي مش مظبوط. انا عملت الصفوف بنفس الشكل. وحاجه طبعا من الصف التاني هعمل عكس الصف اللي انا عملته، ودي ما شاء الله الكميه اللي انا عملتها. خلاص دي مرحله السوا. معايا معلقه صلصه بنزل على الشوربه. تمام. وبزقي المحشي بتاعي بنفس الشكل. بعمل شوربه فيها صلصه، ما بعملش شوربه ساده. ما تعمليش شوربه ساده، حطي فيها معلقه صلصه وشوفي النتيجه هتبقى عامله ازاي معاكي. هبتدي ان انا اهز الحله كده هزتين كده لغايه ما الشوربه معايا تنزل لغايه تحت. وببتدي ان انا احط برضه شويه شوربه لغايه اخر صف كده بالظبط بنفس الشكل. هولع عليه النار، واول ما يغلي معايا هوطي عليه لغايه ما يتشرب. تمام. هعلي عليه النار وهلف الحله كل شويه كده، كل شويه الف الحله لغايه ما يتشرب معايا ويستوي معاكي على خير ان شاء الله. حطي معلقه سمنه هيتشرب معاكي على طول. دي كانت الفراخ بتاعتنا كنت طبعا مسوياها ومحمراها في الفرن. حطيها بقى فوق المحشي مع حته فحمه وشوفي النتيجه الجباره، بجد نتيجه جميله جدا جدا. جربي الطريقه ديت وان شاء الله هتعجبك. خلاص بعد ما ريحه الفحم خلصت بقى وريحتها كانت جميله جدا، شلنا الفراخ اخدت ريحه الفحم. تمام. بنفس الشكل. لو هتقولي لي ايه الميه اللي موجوده في المحشي، دي كانت بقيه الميه لما كتمنا الحله فالميه عمت على الوش كده. رجعت حطيته على النار تاني يدوبك بس 3-4 دقايق واتشرب على طول. وده كان شكله بنفس الطريقه، الصبع بصبعه كده، وما شاء الله عليه جميل جدا جدا. الكاميرا ظالمه لونه بجد، الكاميرا ظالمه لونه بجد. دي كده الكميه اللي احنا عملناها، وان شاء الله تعملي المحشي بتاعك على خير. وزي ما قلت لكم الفيديو للمبتدئين فقط. انزلي حالا حطي اللايك بتاعك. اسيبكم في رعايه الله ومع السلامه.